بتأهله إلى نهائي الكأس الإفريقية أعاد الأندية الجزائرية إلى أصلها. نسر الجزائر الأسود على أرض مدينة الورود أرادها منذ البداية ظلاما على أعين فيتا كلوب. عيسى حياته كان ضعيف، أما خير الدين مضوي فالبال فيه شيء واحد هو الفوز بهذه الكأس السمراء. الوفاق حاول الضغط منذ البداية في الوقت الذي كان فيه فيتا كلوب يشن حملات هجومية مضادة من الأروقة ومن الكرة الثابتة. خير الدين مضوي علم منذ البداية أن الأمر لن يكون بالسهل، فحث لاعبيه على صناعة الفارق، لكن في وجود هجمات كهذه فالأمر سيكون صعبا. لينتهي الفصل الأول تحت عنوان وفاق سطيف حتى الآن بطل. في الفصل الثاني الوفاق يستفيق ويكتب فصلا آخر في المباراة عندما سجل له يونس سفيان هدف التقدم مهيجا معه الجماهير الجزائرية. ولأن كرة القدم لا تعترف بالمنطق، فيتا كلوب أعاد الميزان إلى أصله عندما دون له ليما مابيدي هدف التعادل من تسديدة قوية. أما العنوان فيظل على حاله حتى الآن، أبناء عين الفوارة أبطال. بعد ذلك الوفاق حاول الوصول مرة أخرى لشباك فيتا كلوب لكن دون جديد. الدقائق الخمس الأخيرة مرت سنوات على جماهير الأبيض والأسود قبل أن يعلن حكم المباراة الصيفيين أبطالا لإفريقيا وضيوفا لأول مرة على كأس العالم للأندية التي ستقام غير بعيد عن الجزائر وبالضبط على أرض المغرب.